اهلا بكم اعزائي مستمعي راديو هيتس في كل مكان، وحلقه جديده وساعه مع سيف زاهر جاي لكم النهارده بكل الاخبار الرياضيه. اسبوع تعادلات بالجمل، النادي الاهلي بيتعادل في اللقاء الاخير مع امبي، والنادي الاهلي رايح للمصري البورسعيدي في مواجهه العميد القطر شغال ما بيقفش، اللعيبه بتجري بقالها دلوقتي 10 اسابيع او 15 اسبوع ما وقفهمش، يعني مش عايزين نحسدهم، ولكن المصري الحقيقه عامل فريق اكتر من رائع. ايضا حسام البدري عامل شغل كبير جدا في النادي الاهلي. مين هيوقف مين؟ حسام حسن هيقدر يسيطر على طموحات البدري، ولا البدري هيقدر ان هو يعني يوقف 7 انتصارات متتاليه لحسام حسن؟ في لقاءات النهارده برضو هتبتدي ان شاء الله باذن الله، المقاولون العرب والداخليه، الشرقيه مع النصر للتعدين، والاسماعيلي مع اسوان، وادي دجله مع طنطا. دي لقاءات النهارده. المقاولين العرب جاي من خساره من الداخليه 2-1، متقدم على الداخليه حتى الان 2-1. ماتش شغال، ماتش اعتقد ان هو ابتدى الساعه 3 الا ربع. والنصر التعدين متفوق على الشرقيه حتى الان 1-0. دي مفاجاه، لان الحقيقه على الورق الافضليه للشرقيه، الشرقيه فريق كويس ولكن غير موفق السنه دي. كل ماتشات الدوري يعني تقريبا بلا توقعات، كل ماتشات الدوري تعرفش مين هيكسب، تعرفش مين هيخسر. امور الحقيقه متدربكه بشكل كبير جدا جدا جدا. عايز اقول لكم ان برضو في كلام واحاديث كتيره جدا عن ماتش الاهلي والزمالك يوم 29، وهكتور كوبر في احتمالات ان هو يطلب تاجيل الماتش، لان هو قلقان بشكل كبير جدا على ارهاق اللاعبين، وقلقان ان هو يكون في بعض يعني الاحتقانات. ماتش الاهلي والزمالك بيسيب راسب وهو عايز ياخد اللعيبه فايقه، ولكن انا الحقيقه مش مع التاجيل دي من وجهه نظري الشخصيه. يعني انا شايف ان اللقاء يتلعب في ميعاده افضل بكتير. عايز اقول لكم برضو ان اعتقد ان الاهلي والزمالك هيخشوا اللقاء ده بنفسيات معنوية مرتفعة جدا. الزمالك بيكمل لقاءاته المؤجلات، عايز يحصل النادي الاهلي، عايز الصدارة ما تروحش منه، عايز ما يتوهش. اعتقد النادي الاهلي عايز يجري وعايز يقول للزمالك اللي يحصلني يكسرني، وعايز يخلع يعني ويخلص بدري بدري، لان احنا دلوقتي زي ما قال ابراهيم حسن كده، احنا في مرحلة التحويش، احنا في مرحلة دلوقتي يعني اللي بيجمع نقاط بيحطها في الحصالة، وبعد كده يبقى ربنا يفرجها. اجايب يعود لتدريب جماعي للنادي الاهلي. اجايب بقاله فتره كان عنده اصابه وما كانش موجود، كان عنده قدمه قويه في الكاحل، وبيرجع لتدريبات النادي الاهلي من جديد. احمد حجازي بيأدي جلسه علاجيه. حجازي كان عنده اصابه ما لعبش اخر ماتش لعب بسعد سمير ومحمد نجيب، واعتقد ان حجازي في حاله رجوعه هو ورامي ربيعه يفرق بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي، واعتقد ان هم الفردتين الثابتين لمنتخب مصر. يعني ده برضو من وجهة نظري الخالص. عمرو السولية بيواصل البرنامج التأهيلي ليه في النادي الأهلي. النادي الأهلي قلب يعني مركز تأهيلي، عنده إصابات كتير. انتوا عارفين طبعا ان الريكفري في ظروف الدوري اللي بتتلعب دلوقتي، ان ماتش كل 3 ايام وماتش كل 4 ايام شيء صعب جدا. فانا شايف ان ده محتاج الحقيقة ريكفري عالي جدا، ومحتاج ناس متخصصين تشتغل بشكل قوي جدا على الملف ده، لان اي فريق معهوش جهاز طبي قوي ومعهوش حد بيعمل ريكفري بشكل قوي جدا، اللعيبه دي ما تستحملش ماتش كل 3 ايام وعايز عمليه روتيشن قويه. يعني معنى كده ان اللي هيكمل هو اللي نفسه طويل، هو اللي معاه دكه بدلاء عاليه، هو اللي هيقدر ان هو يوصل بلاعيبته لحد المرحله الاخيره دي. يعني وجهة نظرنا الشخصية. كل الناس بتراهن بتقول لك ان المصري البورسعيدي يعني هيجي في الاخر كده الامور يعني هتهدى شوية، لان ما يقدرش حسام حسن يلعب بالفريق بسيستم الضغط العالي بالشكل ده على طول، وما تقدرش اللعيبه يكون عندها لياقه بدنيه بالشكل ده. ولكن دي بقى سر الخلطه زي كنتاكي كده، هو ده حسام حسن. هو يعني كان زمان الناس تقول لك حسام حسن روح معنويه عاليه، حسام حسن يقعد يدي حقن انجكشن ويشحن اللعيبه من بره. لا، حسام حسن النهارده
عامل فريق بيقدر يعمل كامباك في اي ماتش، لو خسران واحد بيرجع ويرد من جديد. عنده الحقيقه لعيبه مش نجوم بقى نجوم. الفريق المصري النهارده بقى فريق كبير، حسام حسن النهارده مدرب كبير. يعني الملعب هو اللي بيقول كده مش انا، بغض النظر انا بحب حسام حسن او بحب حسام البدري او بميل لميدو. يعني مفيش حد يختلف ان نجم الشباك السنه دي، نجم الشباك حسام حسن وإيهاب جلال، مصر المقصه. هو ده الوضع. وحسام البدري ماشي الحقيقه بشكل برضو جيد، ولكن حسام بدري ماشي بشكل جيد. بس الناس برضو ده الاهلي، يعني هو على طول مطالب بمكسب، على طول مطالب ياخد بطوله، على طول مطالب يبقى نمره واحد. ده وضع طبيعي. لكن حاله حسام حسن، حاله إيهاب جلال، فريق زي المقصه كل شويه بيغير، كل شويه عايز يبيع لعيبه ويرجع يشتري تاني ويفضل محافظ على نفسه ويفضل ماشي بالسيستم ده. اعتقد ان ده شيء مختلف تماما تماما تماما. الاهلي بيلغي احتفالات نهائي افريقيا للسله حدادا على ضحايا الارهاب. طبعا مصر كلها الحقيقه حزينه على حادثه الكنيسه اللي فاتت، وانا شايف ناس بتتعامل على السوشيال ميديا كل واحد يعني حسب وجهه نظره. انا شايف ان يعني وجهه نظري الشخصيه يعني ان مصر كلها حزينه. مصر كلها مسلم ومسيحي واللي في الجامع واللي في الكنيسه واللي في كل حته، في الاول في الاخر كلنا مصريين. اي واحد تاني ليه وجهه نظر بيكتبها على الفيسبوك. دايما انا اقول وجهات نظر، عندي جمله كده دايما بياخدوها مني: وجهات نظر تحترم وكلام محترم. يعني دايما بميل للكلمتين دول. بس هي في ناس تتعامل على السوشيال ميديا من وجهه نظر ناس عبيطه، يعني وجهه نظر انا الشخصيه. يعني اللي يتعامل في احزان بني ادم بوجهه نظر ما يكونش عنده احساس، ما يكونش بني ادم، ده راجل، ده بني ادم عبيط، بني ادم تافه، بني ادم فاهم ان ده توقيت تصفيه حسابات، ولا هتطلع السواد اللي جواك. ما تلزمناش، ما تعنيناش في حاجه، ولا تفرق معانا، ولا احنا اساسا شايفينك، ولا احنا شايفين اصلا انت بتقول ايه ولا احنا فاهمين انت بتقول ايه. والله العظيم انا بقعد اسمع حاجات دلوقتي، بقعد اسال الناس: احنا في مصر؟ يعني ده احنا هنا في مصر؟ ده يعني في مصر ممكن الناس دي الكلام اللي بيقولوه ده في مصر؟ مسلم ومسيحي وخلافات وبتاع، ده في مصر؟ ده ما احنا عايشين فين؟ يعني احنا عايشين فين؟ احنا كنا عايشين فين؟ صحابنا كانوا مين؟ الناس اللي عايشه معانا مين؟ مش مسلمين ومسيحيين وعايشين معانا وجيراننا واحنا اهل واحد وعايشين مع بعض. الكلام ده يعني الكلام ده ما كانش موجود، ولا الكلام ده الناس دي بتشتغلنا. يعني بقى الوضع بقى صعب، وصعب الناس تضحك علينا، وصعب الناس تشتغلنا، صعب الناس ان هي تهتنا. خلاص الموضوع بقى دمه تقيل. احنا واحد وهنفضل واحد بغض النظر عن اي حاجه. حرب، ادي احنا موجودين بقالنا 6-7 سنين بنحارب، وسألنا 6-7 سنين بنكافح، وربنا ان شاء الله في النهايه هينصرنا ان شاء الله باذن الله. ملف مهم جدا برضو في اتحاد الكوره هو ملف الاستبدال. ملف الاستبدال، كل يعني تصريحات كتيره من اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره، من بعض الانديه، وبعض الانديه عايزه الاستبدال، بعض الانديه مش عايزه الاستبدال. يعني نشوف برضو كل نادي ووجهه نظره. الكابتن عبد الناصر محمد مدير الكوره بنادي ام بي، مساء الخير يا فندم. كابتن سيف، ازي حضرتك؟ وحشنا يا فندم، ازي حضرتك؟ ربنا يخليك يا كابتن سيف، وحشنا كتير والله. ربنا يخليك يا فندم. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله كله بخير، الحمد لله يا كابتن، الحمد لله. مع ولا ضد؟ هو يعني بغض النظر عن مع ولا ضد، خلينا نرجع للاصل يا كابتن سيف من البدايه. الو، معاك يا فندم، معاك. الصوت كويس يا كابتن؟ انا سامع حضرتك براحتك طيب. خالص، قول كل اللي انت عايزه. ربنا يخليك يا كابتن. البدايه خالص ان قبل الدوري ما يبتدي جه فاكس يوم الاحد ايام الخميس لكل انديه مصر لحضور اجتماع عاجل في اتحاد الكوره على مستوى المديرين التنفيذيين. والناس راحت، بعض الانديه بعتت وبعض الانديه ما بعتتش المديرين التنفيذيين بتوعها. ولما رحنا لقينا المحترم الكابتن الحاج محمود الشامي موجود، والاستاذ وليد العطار ربنا يشفيه كان موجود، والكابتن محمود سعد، الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد في الوقت ده. ده كان مع الاتحاد القديم يا كابتن سيف. تمام. اجتمعنا، كان الغرض في عجاله بالغه، ايه رايكم من ان احنا نعمل قائمه 30 واحد، ولا نرجع نفضل على النظام القديم اللي هو 25 واحد و5 من مواليد 95، ويكتفى بهذا مع 3 استبدالات والاعراض المفتوحه كالعاده يعني.
طبعا هذا الامر لما يجي يتناقش لازم يتناقش على مستوى مجالس الادارات بتاعه الانديه، لان كل نادي بيبقى له ظروفه. واخد بال حضرتك؟ اللي حصل بقى ان اتخذ تصويت عاجل جدا لدرجه ان اللي كان الممثلين اللي كانوا موجودين نفسهم يعني فيهم كتير جدا ما كانوش فاهمين الموضوع ايه، ما ده مش عملهم اصلا، ده مش شغلهم. الكابتن محمود سعد وهو كان موجود ضم صوته لصوت الانديه اللي طالبه بان يبقى فيه استبدال والنظام القديم يفضل مستمر زي ما هو بحذافيره. الموضوع اتاخد في عجاله جدا يا كابتن سيف، وكان مفترض انه يدرس على مستوى مجالس الادارات، وخاصه ان معظم انديه كتير ما حضرتش. جينا بعد كده لقينا ان الاتحاد كده واخد القرار، وجي قال هم 30 لاعب ومفيش استبدال. طبعا الموضوع ده ما هواش في اي دوري في العالم. الدوري الاوروبي فيه استبدال طول ما انت اعملوا نوع من انواع الموارد للاتحاد، نعملوا نوع من انواع تدعيم الانديه في ظل مسابقه محتدمه جدا، وفي ظل اصابات للعيبه بتتلقى كل 3 ايام. اللعيب المصري ما تاسسش كويس بحيث انه يتحمل هذا الجهد الكبير جدا كل 3 ايام. تعالى شوف حضرتك المدربين ما بيمرنوش، اي مدير فني اسال حضرتك اي مدير فني، وحضرتك طبعا بتحتك بيهم اكتر مننا. تعالى شوف حضرتك، شوف المديرين الفنيين اذا كانوا بيمرنوا ولا لا. المدير الفني ما بيعملش حاجه، بيشتغل على السيكولوجي. المدير الفني بيفك فرقته فك خفيف، وبعد كده كله بيعمل استشفاء وكل يوم في التلج وبس. ادي الشغل اللي بيتعمل في الدوري المصري. فعلا في حاجه ماسه للاستبدال. لو في انديه بقى ما هياش محتاجه الاستبدال، مع ده مش مشكلته، ده يبقى حاجه كويسه، يبقى هو واعي وهو قادر ان هو يغطي احتياجاته من خلال نفسه. انما في انديه كتيره جدا عندها اصابات، في انديه كتيره جدا جدا عندها حاجه فعليه، لا برضه لازم تقضي على ظاهره ان اللاعب يبقى موظف اصلا. يعني انت يعني حضرتك يا فندم نادي امبي مع الاستبدال؟ طبعا احنا اول نادي نادينا بموضوع الاستبدال. تمام. والكابتن محمود سعد كان مع راينا احنا، وبالتحديد هو قال انا لما طلعت اتكلمت واحنا قاعدين في الاجتماع، قال انا بضم صوتي لصوت عبد الناصر محمد. احنا هنجيبه يا فندم مع التليفون دلوقتي وهنجيب وهنجيب اراء الانديه كلها ونحاول نسمع وجهه نظر كابتن سيف. والله دي نقطه مهمه جدا للصالح العام. اللي مش عايز يستبدل ما يستبدلش، مفيش مشكله، بس ادي فرصه لان انت تعدل من موقفك. ده شيء طبيعي لاي نادي. الدوري الاوروبي، الدوريات الاوروبيه كلها فيها كده يا كابتن سيف. تمام ماشي يا فندم. بشكرك يا كابتن. وانا بشكر حضرتك يا كابتن سيف. ربنا يخليك يا فندم. بشكرك شكرا جزيلا كابتن عبد الناصر محمد مدير الكره بنادي امبي. وجهات نظر، يعني حد عايز الاستبدال، حد مش عايز الاستبدال. في النهايه احنا بنسمع وجهات نظر كل الناس. طيب يعني هو الحقيقه موضوع برضو لازم يبقى فيه حديث كبير، ولكن عدد كبير من اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره يعني وجهه نظرهم ان المسابقه اللي ابتدت بشروط تنتهي على نفس الشروط، وهو ده اعتقد ان ده برضو صوت عدد كبير من اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره المصري. نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني في ساعه مع سيف زاهر. ورجعنا لكم تاني اعزائي مستمعي راديو هيتس في كل مكان، وقلت لكم لقاءات الدوري الممتاز شغاله دلوقتي، مفاجآت كثيره دلوقتي. المقاولين كسبان الداخليه 1-0 حتى الان، والنصر التعدين كسبان الشرقيه 1-0. 2-1 مقاولين العرب، انا اسف، الداخليه حتى الان. لقاء الاسماعيلي واسوان النهارده طبعا لقاء كبير، ولقاء وادي دجله وطنطا. واحد يقول لي ما هي الافضليه لوادي دجله. وادي دجله على الورق طبعا نادي كبير جدا، ولكن كمان طنطا الحقيقه عامل فريق كويس جدا جدا جدا. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي: لا عروض رسميه لاي لاعب ولم نطلب تاجيل القمه. فعلا ولا الاهلي ولا الزمالك طلبوا تاجيل القمه. هيكتور كوبر هو اللي بيتكلم على تاجيل القمه وتوقعات ان هي تبقى في ميعادها. امبي بيرفض بيع عمرو مرعي للاهلي او الزمالك. عمرو مرعي لعيب كبير وعامل موسم كبير، ما اعتقدش ان الاهلي يتكلم عليه، ربما ان ممكن الزمالك يتكلم عليه. الزمالك عنده مشكله في راس الحربه، اعتقد النادي الاهلي بيدور على راس حربه افريقي، واعتقد ان هو في مبلغ 2 مليون دولار، ده البادجت اللي محطوط في خزينه النادي الاهلي لهذه الصفقه.
عايز اقول لكم ان الشرقيه دلوقتي تعادلت مع النصر التعدين واصبحت النتيجه 1-1. نصر التعدين مع اسامه عرابي ليه شكل مختلف تماما، والشرقيه برضو مع علاء عبد العال الامور مختلفه تماما. الاهلي بيتدرب بيوم السبت في برج العرب استعدادا للقاء المصري. في حد بقى ساعات يتكلم ويقول لك طب اصل هو لقاء النادي المصري، اصل مجلس اداره الفرقتين، اصل النزول، واصل المقاطعه، واصل يا جماعه الموضوع بقى ده كوره خلاص. يعني اي موضوع تاني، اي حاجه في المحكمه، محاكمات القاتل لازم يعدم، الاحكام، القضاء، مصر العادل النزيه، ده موضوع، والموضوع التاني ده موضوع كوره. يعني ما لان انا شايف الحقيقه الناس يعني السوشيال ميديا مستخدمه بطريقه كبيره جدا في الشحن والتسخين والشحن والتسخين. تعبنا والبلد ما بقتش ناقصه الحقيقه، والناس مش بتزق لقدام. يعني الناس دايما ماسكه اللي قادر انه يعمل حاجه. كل واحد دلوقتي يكلمك يقول لك انا كتبت على صفحتي، زي ما يكون بيهددنا ولا بيصيط مثلا وبتاع. يا عم صفحتك ايه يعني؟ انا عندي 5000، انا عندي 4000. يعني هو ربنا اداك الناس دي تدي لهم نصيحه، تكتب لهم حديث، تنور طريقهم، تكتب لهم حاجه كويسه، فاهم؟ هو الناس اداك دي عشان تقعد انت فاهم تبخ على الناس وتقرفنا وتنشر فسادك وتنشر الغل اللي جواك والسواد اللي جواك، تقعد توقع الناس في بعض وتقول لك اصل انا بكتب على صفحتي، وانا ممكن اصرح اكتب على صفحتي دلوقتي اكن مثلا ايه واحد بيلعب حديد ربنا اداله كرمه وطلع له بقى التراي والبايو. يا عم تكتب على صفحتك ولا تروح تقف على الصفحه اصلا؟ انا مش فاهم. يعني انا نفسي الناس دي تختفي من حياتنا خالص. اللي الناس تطلع في كل مصيبه وتقعد تتكلم في احقاد وتقعد تبوظ في المجتمع، وحاجه بقت تقرف والله العظيم. ربنا يرحمنا من الناس دي يا رب، ربنا يرحمنا ويخلص البلد كلها من الناس دي، وان الامور كده تهدي بشكل كبير كده. يعني احنا في ظروف الحقيقه صعبه جدا، ومحتاجين ان احنا يبقى عندنا حاله من الهدوء بشكل كبير، وحاله من السكينه بشكل كبير، وحاله من الثقه بالنفس، وان احنا نبقى داعمين كده للقيادات عندنا، ونزق في الجيش، ونزق في الشرطه، ونبقى في ظهر السيد رئيس الجمهوريه. والله امبارح كنت قاعد بتفرج على التلفزيون قلت انا نفسي اعرف يعني سياده الرئيس ده هو هيلاقيها منين ولا منين؟ يعني احل موضوع الدولار خش عليه بالسكر، يحل من السكر خش عليه بالزيت، يحل الزيت خش عليه بالارهاب، خش بالارهاب على التفجيرات، خش بالتفجيرات مشكله مع دول، خش مش عارف ايه القناه ايه. القصه الحقيقه بقت صعبه جدا جدا جدا، يعني بقت ازمه. ربنا يرحمنا من الناس، ويعني ويكرمنا كده ان شاء الله باذن الله، ويهدي الامور بشكل كبير. زي ما قلت لكم النادي الاهلي في موضوع الاستبدال ما طلبش الاستبدال، في موضوع لقاء القمه ما اتكلمش حد بحدنا يعني. تمام. لو عندك بعد التحفظ على اللوائح او القوانين ولا حاجه بتقولها، والله الناس خدت بيها اوكي، ما خدتش بيها ما عندناش ضرر يعني. تمام. شيء الحقيقه رائع. لقاء القمه عندكم فيه اي مشكله ميعاده في تاجيله؟ لا خالص، وما جاتلناش حاجه رسمي. خلي بالك يعني احنا لحد وقتنا هذا احنا في ميعادنا. الماتش المصري يوم 18 وماتش الزمالك يوم 29. ما عنديش اي حاجه خالص متغيره خالص. شغلنا وجدولنا التدريبي اللي احنا شغالين عليه لحد مباراه الزمالك يوم 29. طب شيء اكتر من رائع. هل يا كابتن فعلا في يعني حديث عن احتراف صالح جمعه وفي عروض جت ولا ما فيش عروض جت؟ والله بص، انا جالي يعني الوكيل بتاع صالح واتكلم معايا اوكي، لكن ما عنديش برضه حاجه رسمي. يعني ما عنديش حاجه مستند رسمي مثلا بيقول لي نادي فلاني في السعوديه عايزه، او حد من النادي الفلاني في السعوديه كلمني او كلم النادي. تمام. وبالتالي انت يعني الامر مش رسمي خالص. ثانيا ان في مبدا يعني في الفتره الحاليه ما اعتقدش ان هو من المهم ان انت تتكلم في عروض جايه اكتر من اهميه لقاء المصري بالذات ولقاء الزمالك. فهنخلص الاثنين على خير ان شاء الله الرحمن، وبعد كده عندنا شهر يناير كله فكر فيه زي ما انت عايز يعني. تمام. تقدر تاخد فيه قرار مظبوط بتقييم مظبوط باحتياجاتك اللي هتكمل بها الموسم. وما تنساش كمان ان السنه دي مختلفه يا كابتن سيف. السنه دي دور ال 16 في افريقيا هيبقى عباره عن دور مجموعات. فبالتالي لازم تحط القائمه بتاعت افريقيا قائمه تبقى مظبوطه، عشان ما تبقاش في نصها او في نص البطوله تلاقي نفسك محتاج لعيبه، لان عدد الماتشات هيكتر.
طبعا عكس الاول. يعني الاول كانت دور ال 32 ودور ال 16، وبعدين دور المجموعات كان ساعات بيترحل لشهر 7، يعني لما الموسم يخلص وتخش بقى على انتقالات جديده ولاعيبه جديده. دلوقتي لا، انت هتخش على بطوله 2 او دور ال 32، بعدين دور ال 16 هيبقى فيه ست ماتشات. تمام. فبالتالي عدد مباريات كبير، فبالتالي عدد لعيبه لازم يكون عندك اكتر. ازاي يا كابتن سيد بتتعاملوا مع طريقه اللعب الجديده اللي هي كل 3 ايام ماتش دي؟ ويعني كنت لسه بتكلم دلوقتي مع مجموعه من مسؤولين في الانديه، يعني كانوا بيقولوا لي ما فيش تدريبات، يعني انت بتعمل بس عمليه استشفاء، بتتعامل مع اللعيبه سيكولوجي حديث كلام، لكن غير كده ما تقدرش انت تتعامل معاهم كتمرين. وبص، ده يعني الله يكون في عون الاجهزه الفنيه والمدير الفني، الله يكون في عونهم طبعا، يعني وخصوصا كمان يعني لو ما عندكش عدد كبير من اللعيبه، ما عندكش عدد كافي من اللعيبه اللي تقدر تعمل بيه عمليه، مثلا لو في حد اتعور، لو في حد ايقاف او غيابات يعني، فبالتالي بتبقى عندك مشكله يعني. اوكي. لكن خلي بالك اللعيبه السنه دي تحديدا من النوادر في الكره المصريه ان انت تلاقي الجدول منتظم بشكل كبير، يعني من اول 15/9 و17/9 لحد دلوقتي الدنيا ماشيه، يعني من فتره طويله جدا 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 جدا، يعني ما نهتش الدور الاول قبل شهر يناير طبعا، يعني من فتره طويله جدا، يعني عشان نكون امناء في الطرح يعني. أوكي؟ هل ده كابتن الحاله اللي احنا فيها دي خلاص بقى الروتيشن اجباري؟ وضع طبيعي، يعني وضع طبيعي. عشان كده يمكن احنا مش عايز اقول احنا اكثر الناس اللي بنتكلم على ده، لان حتى المباريات الاخيره بالذات هي مباريات قويه جدا. كل المباريات صعبه، وكل المباريات ما بقاش في مباراه سهله، كل المباريات صعبه، وكل المباريات احداثها هي اللي بتخليها سهله او صعبه. لكن في الحسابات المباريات انت عندك مصر المقاصة، ثم سموحه، ثم انبي، وبعدين المصري، وبعدين الزمالك. يعني حسابات الفرق الفرق الاخيره او الخمس مباريات الاخيره مباريات قويه جدا. تمام. فبالتالي انت الصعوبه بتبقى مش عايز اقول متضاعفه، لكن الصعوبه مع اهميه المباريات، مع احتياجك للنقاط، بقت عاليه جدا. فبالتالي لازم يكون عندك عدد كبير من اللعيبه. فانت لو هتخش له بقى، يعني ما انت عشان تاخد قرار، هنرجع لنقطه بقى ايه، يناير والانتقالات الشتويه والحاجات دي. عشان تاخد اي قرار يا كابتن سيف لازم يكون مدروس جدا 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 جدا، وتبقى عارف كويس قوي العقبات بتاعته. يعني ما تهتمش بمميزاته قد ما تبص ايه اللي ممكن يعوقك في ده وتحاول تحله، لان خلاص انت خدت قرار فاقتنعت بالتاكيد بيه، لكن شوف العقبات بتاعته قبل ما تاخده. عشان كده بقول يمكن السنه دي كانت سنه رغم ان فيها تلاحق مباريات وتوالي المباريات وكل حاجه، لكن على المستوى الاستقراري الناس كلها عارفه هتلعب امتى، وهترجع من يوم كذا على يوم كذا، والمباراه في الملعب الفلاني والمباراه الثانيه في الملعب الفلاني. ودي خطوه تحسب، يشكر فيها الاجهزه الفنيه والمديرين الفنيين بصراحه، ويشكر فيها كمان اللعيبه وكل الانديه، لان اللعيبه برضو مش متعوده على ده. في الشكر يعني يا كابتن يجي طاير حاير كده لاتحاد الكوره؟ مش سامع. بتيجوا انتوا عند الحته دي وتقفوا بقى؟ لا بالتاكيد، يعني بالتاكيد اكيد اي عمل بيبقى شغل جماعي. احنا عندنا في مصر مشكلتنا الكبيره الاساسيه ان في حاجات بتنسب لشخص بعينه، وده غلط. اي حاجه في الدنيا واي مؤسسات كبيره وحتى على مستوى الدول، يعني النظام واحد، النظام واحد. فكونك ان انت تحط نظام والناس كلها تمشي عليه بشكل كويس قوي، يبقى ده جزء كبير جدا من النجاح. العب في الاشخاص لكن ما تلعبش في السيستم. فلان يمشي، فلان يجي، فلان يروح، فلان يتغير، مش مشكله خالص، لكن السيستم لازم يكون واحد. طبعا. شفتك الماتش اللي فات، يعني شكرت في التحكيم. بص، احنا من الناس اللي هي منطقيه جدا وواقعيه جدا في كلامها، يعني او احنا اتربينا على ده. يعني مش هتلاقينا عشان كسبنا تقعد تشكر وتمدح، وعشان خسرنا ولا حاجه ومفيش ولا غلطه، او تعادلنا ومفيش ولا غلطه فتقعد تلاقي مبرر ابدا. يعني انا شايف محمود البنا من الحكام الكويسين جدا جدا جدا، يعني انا بقول كده، ورغم ان احنا تعادلنا معاه يعني، لكن في النهايه الراجل اخطائه تكاد تكون نادره. يعني لو بتتكلم على اوت بقى ولا كورنر ولا مش عارف فاول كده، ده كلام اعظم، يعني اروع حكام العالم بيغلطوا فيها. لكن المباراه كلها كانت ما فيهاش اي حاجه تحكيميه اطلاقا يعني.
وانت بتساند طالما في الامور كويسه. لكن ارجع واقول برضو يعني ما يبقاش فيه حته وحته. ما تخافش والله العظيم ثلاثه ما حد يعني لا هيشنقك ولا هيذبحك ولا هيعمل حاجه، لا اهلي ولا زمالك ولا اسماعيلي ولا اي حته في الدنيا. بل بالعكس، انت كفاءتك انت اللي هتحكم. اي حد في الدنيا كلها لا هيقف معاك ولا هيقف مساندك ولا هيقف ضدك لو انت كويس. فشوف احكم اللي انت تشوفه. جاء مليون بينالتي على الاهلي احكمه، مليون بينالتي على الزمالك احسبه، مليون بينالتي على الاسماعيلي احسبه. مفيش اي مشكله. ده كمان اللي بيزيد على الموضوع دلوقتي، رغم ان الناس كلها بتنتقدها، انا شايف انها ميزه مش عيب على فكره، ان لما تيجي تحلل اداء التحكيم، زمان كانت ممكن الكره ما تبقاش اوفسايد خالص، والناس كلها عشان شعبيه النادي اللي هو اتحسب عليه ده واتحسب عليه غلط ولا حاجه، تقول لك الكره اوفسايد مليون في الميه، وفي الاخر ما طلعش اوفسايد. النهارده لا، هتبينها. يعني لو الناس اتكلمت على اكس من الحكام مثلا ولا حاجه وهو كان صح، الناس هتطلع في صفه، لان الصوره ما بتكذبش. فطبعا مش عشان اتعادلنا هنقول حاجه غير الحقيقه. لا، التحكيم ما كانش له اي دور خالص اطلاقا، لا من قريب ولا من بعيد، وكان لحد كبير جدا 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 متميز. يعني في مباراه الاهلي وانبي، مباراه الاهلي وانبي. طب شايف مباراه الاهلي وانبي من وجهه نظرك انت، وانا وعد مش هقول لحد خالص، ان الوقت الاضافي كان يبقى قد ايه؟ بص، من غير وتقول لكل الناس، تقول للعالم كله، انا مش هقول لحد، ما تقلقش. لا احسب الوقت الضايع. اصل الوقت الضايع ده عباره عن ايه يا كابتن سيف؟ خلي بالك بس. يعني انت بره مثلا ممكن تلاقي ناس في الشوط الاول، تلاقي ناس في الشوط الاول حاسبه 8 دقائق 9 دقائق في الشوط الاول، وتيجي الشوط الثاني تحسب دقيقتين 3. هو ملوش علاقه لا في الشوط الاول ولا في الشوط الثاني. هو له علاقه بالوقت المحتسب بدل الضايع. كان في الشوط ايه؟ كان في الشوط الاول فحسبته في الشوط الاول، كان في الشوط الثاني حسبته في الشوط الثاني. تمام. احنا عندنا في مصر الرولز موجوده كده، الشوط الاول دقيقتين، هم دقيقتين وزي الفل. لا خلي بالك، كانوا دقيقه السنه اللي فاتت، كانت دقيقه، السنه دي بقت دقيقتين. في الشوط الثاني بقى 4 دقائق 5 دقائق 6 دقائق. لكن انت احسب الوقت بيضيع قد ايه، وبعدين سيبك من كل ده. يعني ما ممكن اساسا يعني يتحسب 10 واتغلب فيهم. يعني الموضوع مش ميزه. انت من وجهه نظر حضرتك الماتش ده بالذات كان الشوط الثاني مش اقل من 8 دقائق، مش اقل من 8 دقائق، مش اقل من 8 دقائق. انت عندك 6 تغييرات، الستة دول ما بين 30 ثانيه ل 35 ثانيه التغيير الواحد. اوكي. وعندك 4 لعيبه وقعوا، كل واحد وقع مش اقل من دقيقه 20 ثانيه، وحارس المرمى وقع مرتين دقيقه ونص. احسب بقى. تمام. وارجع اقول لك في الاول والاخر، يعني انت ممكن تخسر فيهم. يعني ممكن تخسر. السنه اللي فاتت بنلعب دجله واتحسب 4 دقائق، تمام، ودجله جابت جول في الوقت بدل الضايع. مظبوط. صح. يعني بتحصل. يعني اقصد بتحصل. انا اقصد ايه بقى في الاول والاخر؟ لو احنا عايزين ناخد خطوه لقدام وجدول منتظم وحياه كويسه وحياه مستقره، تمام، ان انا اقع وينزل الدكتور وبعدين يطلع، وبعدين ينزل الدكتور وبعدين يطلع، الكلام ده ما بقاش موجود في الكوره. يعني مش هتلاقيه في حته. انت بتتفرج مثلا على ريال مدريد وبرشلونه ومانشستر وليستر سيتي والناس اللي هي مثلا حتى اللي لسه طالعه والقديمه واللي ليها تباع وليها تاريخ، مش هتلاقي ده. النتيجه 2-0 مش مشكله، كله بيلعب. النتيجه 0-0 كله بيلعب. عشان كده مش هتلاقي في بره في اوروبا، مش هتلاقي. نادرا نادرا نادرا. اتفرج انت حضرتك اكيد متابع. نادرا لما تلاقي في الشوط الثاني 4 دقائق. نادرا جدا 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 يبقى في حاجه حصلت. لكن هتلاقيها دقيقتين 3 دقيقتين 3 90% بتبقى 3 دقيقتين زي ما بقول لحضرتك 3 كده 4 يبقى في حاجه كبيره، في حاجه مش مظبوطه. ومع ذلك يعني هو موقف منتهى. يعني مش عايزين نبلور الموضوع يعني، وهقول احنا تعادلنا عشان الوقت الضايع كان 6 دقايق ما كانش 8. تمام. بشكرك كابتن سيد، واتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق، ويا رب دايما التحكيم يبقى زي امبي كده. يا رب مع الكل، بس مع الكل يا رب، مع الكل دايما يا كابتن بقت كل الاجهزه كل الناس بتتكلم دايما على الجمله دي، على الكل مع الكل، كله بيتكلم كده. دوري يا كابتن سيف، بتلعب دوري يعني مثلا ما ينفعش حكم يبقى مع يعني في ماتش متعصب وماتش تاني هادي جدا 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 والريلاكس والدنيا كويسه. ما تعرفش ظروف البيت عنده ايه يا كابتن. والدنيا هاديه، ولو حصلت مشكله يحتويها، ولو في ماتش تاني لو حصلت مشكله يعني ياخد الاجراء. ما هو ده برضو بتبقى الدنيا فيها تغير شويه. لكن
انت بتساند وانت متاكد ان مفيش حكم عايز يغلط. هي دي يا كابتن احسن جمله. طبعا صح، ان مفيش تعمد في الاخطاء. لا طبعا. بشكرك كابتن سيد، بشكرك شكرا جزيلا. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. مفيش حكم مصري يتعمد الاخطاء والكل لازم يساند الحكام. تصريحات الحقيقه اكتر من رائعه من الكابتن سيد عبد الحفيظ، وامبارح تصريحات جيده جدا الحقيقه من الشيخ مرتضى منصور، مهندس محمود طاهر، الجميع بيساند التحكيم المصري، وده مهم جدا علشان استمرار المسابقه باستقرار. فاصل سريع ونرجع لكم تاني وساعه مع سيف زاهر. ورجعنا لكم تاني اعزائي مستمعي راديو هيتس في كل مكان وساعه مع سيف زاهر. اجتماع امني اليوم لتحديد الاعداد النهائيه لوديه مصر وتونس. مصر وتونس لحد دلوقتي استاد السلام، استاد القاهره، استاد برج العرب، دي الملاعب اللي موجوده حتى الان. في بعض الاقوال الدفاع الجوي، ولكن لا، اعتقد الدفاع الجوي هيبقى مستبعد ما بين القاهره والسلام واستاد برج العرب. عايز اقول لكم برضو ان علي فتحي في السفارة الألماني لإنهاء إجراءات تأشير السفر، سافر ألمانيا عشان يطمن على إصابته. وبرضو انتوا عارفين دلوقتي ان مونديال الأندية شغال، واستخدامات الإعادة التلفزيونية في احتساب ضربات الجزاء بمونديال الأندية ابتدوا يطبقوها في مونديال الأندية، ولكن أنا الحقيقة شايف من وجهة نظري الشخصية ان هي مش من متعة كرة القدم. في ألعاب ينفع فيها، يعني التنس، السكواش، ممكن السكواش مطبقها على فكرة ليك ان في الجيم مرتين ان انت تعيد وتشوف اللقطة على الفيديو، بناء عليه الحكم ممكن يغير قراره. ولكن في الكورة اعتقد هتبقى صعبة جدا ومعقدة جدا. ستوك سيتي بيهنئ رمضان صبحي على ترشحه لجائزة أفضل موهبة صاعدة بالقارة. رمضان صبحي كان عنده ماتش امبارح، خسروا 4-1 وشارك في الدقيقة 81. نتمنى ان شاء الله بإذن الله انه يقف على رجليه بشكل جيد. امبارح كنت بطمن على محمد صلاح، واعتقد ان محمد صلاح هيلعب الاسبوع الجاي مع روما ان شاء الله بإذن الله. يعني احنا في النهاية بنطمن على كل لاعبتنا اللي بره وعايزينهم كلهم فايقين. كهربا متألق بشكل كبير جدا في الدوري السعودي، احمد حسن كوكا متألق بشكل كبير في الدوري البرتغالي. مهم جدا انني ما بيشاركش مع فرقته، ولكن ان شاء الله باذن الله يجي بشكل جيد. عمرو جمال نجم نادي الاهلي متمسك بالاهلي ولا افكر في الرحيل. موقف عمرو الحقيقه بقى صعب تماما لان ما بيشاركش الحقيقه، واجاي راجع بشكل كبير. مروان محسن اعتقد ان هو ابتدى مروان محسن يعني يحط رجليه في الملعب بشكل قوي، ما بيهدفش، ناقص عنده التوفيق، ولكن رجع. يعني بنشوفه في حاله ارضاء، بيقدم اوراق اعتماده للجمهور، ماشي بشكل طيب، وده الحقيقه نقطه مهمه جدا جدا جدا. الزمالك بيكشف عن ما وصلت اليه اصابه مصطفى فتحي. انا قابلت مصطفى فتحي الحقيقه في الجيم من 3 ايام، وقعدت اتكلمت معاه وقال لي ان هو المفروض ان هو ان شاء الله باذن الله خلال اسبوعين هيكون موجود في الملعب، ونتمنى ان شاء الله الشفاء. وهو بيعمل دلوقتي علاج طبيعي وهيرجع ان شاء الله باذن الله على خير. جنش كنت لسه معاه دلوقتي في يعني على التليفون وكنت بكلمه، والحقيقه قال لي يعني تصريحات مهمه جدا. قال لي ان هو مش رايح في حته، لا جالوش عروض من الاهلي ولا من اي حته، وهو متمسك بنادي الزمالك، وخلال ساعات ان شاء الله باذن الله هيمضي جنش لنادي الزمالك وهيجدد عقده. ده تصريح من جنش نفسه، وقال لي ان انا اصلا زملكاوي وانا بحب نادي الزمالك، وانا ما عنديش اي خلافات ولا اي مشاكل ولا حتى اي مشاكل ماديه، وما عنديش اختلافات في الفلوس. يعني اموره اعتقد ان هي خلصانه بشكل كبير جدا جدا جدا. الغندور والشناوي بيوافقوا على دعوه البلتاجي للم شمل الحكام. على فكره دعوه مهمه جدا، ولكن نداء، استغاثه، طلب، رجاء، قولوا زي ما تقولوا لاسره التحكيم كلها، يعني توحدوا، يعني يعني لموا بعض، اقعدوا مع بعض، شوفوا الحلول، خدوا الخبرات من بعض. لو ناقصه خبرات ابعتوا خبرات من بره، ولكن الخلافات الخناقات مش معقوله 3 اسامي ما بنسمعش غيرهم في التحكيم بقالنا فتره. الغندور، عبد الفتاح، الشناوي، البلتاجي، رموز التحكيم اللي موجودين 4. مش معقوله ان ال4 مش عايزين في النهايه يقعدوا مع بعض، وده نتيجته ايه؟ ان الحكام شخصيا
متفرقين، يعني خلافات وخناقات ما ينفعش. وفي الاخر اللي بيدفع الثمن بنحاسب الصغير. وكل ما اتكلم حد من الناس الكبيره ولا الناس الرموز يقول لك انا بمد ايدك لمين؟ طب ما انت بتمد ايدك، مين اللي ما خدهاش؟ احنا مش فاهمين حاجه. ما تقعدوا مع بعض، تفاهموا مع بعض، وهدوا الدنيا، وحطوا وقولوا مشاكل التحكيم وخلينا نعالجها ونعالج سلبيات التحكيم، وكل واحد منكم خبره كبيره جدا في المجال، وكل واحد منكم يبقى ليه دور بشكل كبير جدا. الكلام ده انا بتكلمه بقالي 4 سنين وما بيتحققش منه حاجه على الارض، وما بيتحققش غير ما كل واحد بيجي بيسوق لوحده، وكل واحد ما بيجي عايز يصفي حسابات مع التاني. ما ينفعش. اللي في النهايه بيدفع ثمن التحكيم المصري والحكام والناس الصغيره، والصغير في الاخر هو اللي بيدفع الثمن، والصغير بالاخر هو اللي بيتضرر بالشكل ده، والصغير في الاخر هو اللي بيبقى عنده دايما الازمه وعنده المشكله وبيبقى حاسس ان هو هيبقى ثوري ويجيب حق الناس، وده ما بيحصلش. كل ده في النهايه ما بيحصلش. لازم النهارده الكبير ده يبقى قدوه، والرمز يبقى قدوه. وانا بقول لكم احنا مش 500 واحد هيقعدوا مع بعض. التحكيم كله ما فيهوش غير 4 اسامي. 4 اسامي، دي الاسامي اللي موجوده حاليا على الساحه: البلتاجي، الغندور، عصام عبد الفتاح، احمد الشناوي. هنستورد، هو ده دول اللي موجودين. اما بتيجي تقول يا رئيس لجنه حكام مش هتروح في حته غير كده. واحد يقول لك طب ليه فين الكوادر؟ ما فيش، ما حضروش بقى كوادر لسه، ما فيش حد. في طبعا كابتن عصام صيام، في ناس كثيره جدا موجوده. انا بتكلم اللي موجودين دلوقتي يقدروا يشتغلوا، يعني رجاء رحمه باللعبه، ويعني بالناس وبالكوره وحبهم للكوره. كل واحد يحط مشاكله كده جانبي، يحط ايديهم في ايدين بعض، وربنا يكرمهم ان شاء الله عشان الدوري يعدي على خير، والكوره تفوق شويه. عشان الكوره تفوق، الكوره المصريه بقى لها فتره تعبانه جدا، محتاجه ان احنا ناخد نفس. اسيبكم تاخدوا نفس ان شاء الله باذن الله، وهاجي لكم تاني في نفس الميعاد يوم الاحد ان شاء الله باذن الله، وساعه مع سيف زاهر. اشوفكم على الف خير.